الممر المقدس ده بيبدأ من قدس الأقداس، وبيجي بعد كده في الفناء الأولاني بينكسر، والانكسار ده بيخلي الفناء الأولاني يواجه تماما معبد الكرنك. فهنلاقي إن الانحراف والانكسار ده مقصود عشان يبقى مع معبد الكرنك على خط واحد. وطريق أبو الهول ده واللي عثر عليه الدكتور محمد عبد القادر. وطريق أبو الهول ده كان من عند سيدي المقشقش أو السنترال حاليا، ده طبعا بعد التعديل حتى الصرح الأول، لكن من بعد السنترال حضراتكم مباشرة لحد الكرنك كله كان طريق كباش. فعند دخول المعبد هنلاقي طريق الكباش واللي عثر عليه سنة 1954 بعد ما انتهوا من عمل طريق الكباش وبعد نهاية الأسرة 30. دخلنا بعد كده عصر البطالنة، واللي هنلاقي إنه ما حصلش أي إنشاءات داخل المعبد في هذا العصر، لكن هنلاقي تعديل بسيط حصل لاستراحة الزورق المقدس. أما عن المعبد نفسه فظل بيخدم حتى نهاية عصر البطالنة. بعد كده جه عصر الرومان، ولما تولى الحكم الإمبراطور أغسطس قام بتحويل المعبد إلى قلعة عسكرية، واللي اتعرفت باسم كاسترون إلكسرا. وده عشان كاسترون دي معناها قلعة، وإلكسرا ده اسم الفرقة العسكرية اللي كانت معسكرة داخل القلعة. والقلعة دي كانت محوطة بأسوار من الطوب الأحمر، وكان ليها حوالي 10 أبراج. وهنلاقي إنه بعض أبراج القلعة دي لا تزال موجودة حول المعبد حتى الآن. وهنلاقي إنه بداية من الفترة دي توقفت عبادة الإله آمون، وأصبح المكان ده مقر عبادة الأباطرة الرومان. وعشان كده هنلاقي مناظر كتيرة للعصر الروماني، بالإضافة لمساكن لهم داخل هذا المعبد. وبداية من القرن الرابع الميلادي وبدخول مصر العصر المسيحي اتحول جزء من المعبد لكنيسة من ناحية الصرح، واعتبر إنه مقر للبابوية في الصعيد أو لبطريركية الصعيد، واللي ظلت موجودة في الأقصر لحد القرن السادس الميلادي. بعد كده انتهت البطريركية لمنطقة إسنا حاليا. أما المعبد خلال القرن السادس الميلادي هجر تماما، وظل مهجور حتى دخول العصر الحديث. وخلال الفترة دي جه أحد المتصوفين وهو الشيخ أبو الحجاج الأقصري، واللي بنى لنفسه خلوة ما بين الصرح الأول وفناء الأعمدة، والخلوة دي اللي اتبنى عليها المسجد بتاعه اللي موجود حاليا حضراتكم. وكمان هنلاقي إن السور الرئيسي اللي كان بيحد يمين وشمال كان سور مبني من الطوب اللبن، واللي كان بيحيط المسار الرئيسي بتاع الموكب عشان يمنع الناس العامة العاديين إنهم يخترقوا الموكب ده في أثناء الموكب أو غيره من الأعياد. وهنلاقي إن السور ده هو السور العادي اللي بيحيط بالمعبد من ناحيتين أو من 3 نواحي، وهنلاقيه على شكل أمواج ويفي. هنبدأ التسجيل اللي جاي قبل الصرح الأول.